صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحايتكم كل عام وانتم بخير، تعيدوا بالصحة والهنا إن شاء الله. ينعاد عليا وعليكم بالخير والصحة بإذن الله. اليوم جبت لكم وصفة تاع سابلي بزاف بنين وهشيش، يجيكم بزاف طري باذن الله. نهار اللي راح تعتمدوه مش رايحين تستغناو عليه، خاطر بزاف هايل. الشكل ديروا كيما حبيتو. ليسونسيال الوصفه اللي راح نمدها لكم، انا استعملت الطابع تاع الريشه اللي دار توندونس في هذا عيد الفطر 2023. نبداو مباشره بالكريمه اللي حلصق بها هذا السابلي. درت في مقادير تاع الكريمه زبده اوبلين شاميه، عطر كراميل وملاعق تاع غبره تاع شونتي، وضفت ملعقه كبيره تاع كريمه البندق المحمص من المرجان. تعطي بزاف بنه. هذه الخطوه الاخيره هذه اختياريه، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. على كل حال راح يكونوا المكونات مكتوبين في صندوق الوصف، وكذلك كما راكم تشوفوا في الفيديو، وراح يكون تعقيب من خلالي بالشرح باش توضح لكم المعلومة أكثر وأكثر. كما راكم تشوفوا نجيو نطلعوا المكونات بعد ما تكون زبدة اوبلين طرية. نطلعوا المكونات اللي ذكرتها، وهنا كنت ضفت ملعقة كبيرة تاع زبدة تاع كريمة المرجان، وعاودت طلعت بالباتر ولا بيتخا ولا وش عندكم، خليتها على جنب. ونجيو لهنايا نحضروا عجينة السابلي. عجينة السابلي ثاني كيما شفتوا مكتوبة في الفيديو. ضفت انا فقط كلمسة 2 ملاعق كبار من كريمة الطوفية في العجينة. ثاني اعطت بزاف بنة رائعة للسابلي تاعنا. بيان سور الكاوكاو نغربلوه، نشا نغربلوه، الفرينة نغربلوها وما نعجنوش، نطمو برك ونخلوها طريه، ما نيبسوهاش وما نخلوهاش طريه بزاف. نقصها فرينه بخاطر كي نطبعوا الاشكال تاعنا راح يدي فورمه الشكل كي ندخلوه للفوق. ثاني ملاحظه اخرى، كي نحطوا الطابع تاعنا كيما راكم تشوفوا، اي طابع على كل حال حطوا وهزوا، حطوا وهزوا، ما تحركوش خاطر راح يتغير شكل الحبه نتاعنا. انا كان طابلي الكاطو تاعي وجيت باش نلصقو، درت لاكرام هذيك اللي كنت بريباريتها معكم في الاول في لابوش، وجيت باش نلصق. الفكره انه ديروا طبقه معتبره من الكريمه هذيك على الصابلي، وتخلوا فراغ في المنتصف تعمروه بكريمه الطوفيه، راح يجيكم شكلا ومضمونا بزاف بنين. بعدها درت الشيكولا تاعي اللي قراسيت بها الكاطو في حمام مائي، وبزت لها من 2 إلى 3 ملاعق زيت باش تكون لامعة وتقلصينها اكبر عدد ممكن، وكذلك تعطي واحد اللمعة للصابلي تاعنا. وفي الشيكولا اللي درتها في ترانسفير اكيد ما ضفت لها حتى اضافه، كيما راهي ذوبتها ودرتها في ترانسفير نتاعي. وفكرة كذلك كي ديروا في ترانسفير ما كي تحطوا بالمغرفه صغيره الشيكولا تاعكم في الترانسفير ما تحركوش لتحت، باسكو راح تفاساديسا هذاك. وكما قلت لكم ما تضيفوش الزيت باش ليه تنشف لكم وتحافظ على الشكل تاعها. على رشة تاع الكاكاو اللي درتها، خليت كلاسيت 4 ل 5 حبات، وكي يعودوا قريب ينشفوا لي نرش عليهم رشة تاع كاكاو باش يبقى محافظ على الشكل. انا استعملت هذو لي كيسات، جا شكل رائع وبنين كذلك. نتمنى يكون عجبكم انتم ثاني. وملاحظه فقط، هذاك النكري تاع ليكيد بزاف عيان ما جبنيش، ننصحكم بالبودر وتخلطوه بشويه ماء. هذا هو الصابلي نتاعي الموديل الاول للعيد. ان شاء الله يكون عجبكم. تبعوا معايا سلسله وصفات الحلويات اللي درتها في العيد، ان شاء الله راح تنال اعجابكم. تبقى على خير، باي باي.